السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعي قناتنا أخبار كرة القدم. قبل البدء في سرد الأخبار إليكم بعض أفضل تعليقات الفيديو السابق. يعيش المدرب نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني فترة عصيبة للغاية بسبب تدهور أحوال الفريق ونتائجه منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث يسعى إلى تعديل كافة الأمور خلال الفترة القادمة. صحيفة بيلد الألمانية تقول أن هناك أزمة طاحنة يمر بها النادي البافاري بسبب وجود ما يطلق عليه اسم جاسوس في غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق البافاري، ويقوم بنقل كافة الأخبار الداخلية إلى الخارج سواء كانوا أشخاص أو وسائل إعلام. وذكرت الصحيفة الشهيرة أن كوفاتش قام بعمل اجتماع خاص مع اللاعبين بعد التعادل مع فرايبورغ أمس بهدف لمثله داخل غرفة خلع الملابس، وتساءل عن سبب إخراج أخبار الفريق إلى الخارج، وأخبرهم أنه يجب عليهم الحفاظ على أسرار الفريق الداخلية فيما بينهم فقط، وألا يتحدثون عنها مع أي شخص آخر. ولكن المفاجأة الساحقة التي تلقاها كوفاتش هي أن الصحيفة الألمانية بيلد خرجت اليوم من أجل نشر قصة جديدة عن الكلمة التي ألقاها المدرب أمس في غرفة الملابس. فمن هو الجاسوس الذي يقوم بطعن مدربه من الخلف ويقوم بتسريب كل تلك المعلومات إلى الخارج؟ خيمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة على قمة فريق نادي ليفربول مع أرسنال على ملعب الإمارات في لندن لحساب الجولة 11 من الدوري الإنجليزي. وكان جيمس مينا نجم الريدز قد تمكن من افتتاح مجال التسجيل لفائدة الليفر في الدقيقة 61 من عمر المباراة، وذلك من متابعة لكرة ارتدت من الحارس الألماني بريند لينو، قبل أن ينجح المهاجم الفرنسي المميز ألكسندر لاكازيت من استمرار هفوة قاتلة للحارس البرازيلي أليسون بيكر، والذي خرج من مرماه بصورة خاطئة وتأخر في العودة ليدرك التعادل لمصلحة المدفعجية. وشهدت المباراة إلغاء هدفين، أحدهما لمصلحة ليفربول عن طريق ساديو ماني والآخر لفائدة أرسنال خلال أحداث الفترة الأولى. وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول مؤقتا جدول ترتيب فرق البريمير ليج برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، والذي ينتظره لقاء سهل نسبيا ضد ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد مساء اليوم. كان يوفنتوس أمس قاب قوسين من السقوط بفخ جديد أمام ضيفه كالياري، إلا أنه حقق الفوز بصعوبة في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب أرينا ستاديوم ضمن الجولة 11 من الدوري الإيطالي. وحقق يوفنتوس الفوز ب3 أهداف مقابل هدف لصالح كالياري، حيث سجل الأهداف كل من باولو ديبالا والنيران الصديقة وخوان كوادرادو لصالح أصحاب الأرض، وجاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق جواو بيدرو، وافتتح ديبالا التسجيل بعد مرور 42 ثانية فقط قبل أن يعادل كالياري النتيجة بهدف سجله جواو بيدرو في الدقيقة 36. لكن الفرحة لم تدم طويلا بعد أن أحرز زميله فيليب براديتش الهدف الثاني لليوفي بالخطأ في مرماه بعد دقيقتين فقط. وفي الوقت الذي عانى به يوفنتوس من هجمات كالياري الخطيرة، تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تمرير كرة لزميله خوان كوادرادو وهما منفردين بالحارس ليسجل الأخير الهدف الثالث في الدقيقة 87. يذكر أنه قبل انطلاق اللقاء قام رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنيلي بتكريم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بإهدائه قميص مسجل عليه رقم 400 بمناسبة إنجازه التاريخي. وقبل أيام قليلة أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يصل إلى الهدف رقم 400، وتحديدا في مباراة يوفنتوس وجنوا والتي انتهت بنتيجة تعادل بهدف مقابل هدف. استعاد ريال مدريد ذاكرة الانتصارات بتحقيقه فوز صعب ب2-0 على ضيفه بلد الوليد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو. وتذوق النادي الملكي طعم الفوز في الليغا بعد 5 مباريات حصد فيها 4 هزائم وتعادل وحيد. وقدم بلد الوليد تحت أنظار مالكه الظاهرة رونالدو، والذي حضر في برنابيو إلى جانب رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز أداء مثيرا للإعجاب، وكان قريبا من التسجيل في مناسبتين هما الأبرز في اللقاء حتى الدقيقة 73. وبعدها اتخذ اللقاء منحى آخر مع دخول البديل شاف فينيسيوس جونيور بديلا لأسينسيو في الدقيقة 73، حيث أعطى هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 83 بعد اختراق من الجهة اليمنى وتمريرة عرضية عكسها مدافع بلد الوليد بالخطأ في مرماه. وفي الدقيقة 88 عاد فينيسيوس جونيور بتمريرة لكريم بنزيما الذي تمت عرقلته داخل منطقة الجزاء، مانحا ضربة الجزاء للنادي الملكي حولها القائد سيرجيو راموس لهدف ثاني. وبهذه النتيجة صعد الريال للمركز السادس ب17 نقطة، وتجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 16 في المركز الثامن.
تمكن نادي برشلونة من تحقيق انتصار صعب وخادع على حساب رايو فايكانو ب3 أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني. وفرض برشلونة ضغطا عاليا على رايو فايكانو في بداية اللقاء، وهو ما جعل لويس سواريز يفتتح التسجيل في الدقيقة 10 بعد أرضية جميلة من جوردي ألبا. وانخفض مردود البارسا مع توالي الدقائق، حيث ظهر بعض التراخي على اللاعبين ليستغل رايو فايكانو الوضع ويسجل هدف التعادل عن طريق خوزي بوزو في الدقيقة 35 بعد تسديدة قوية أرضية من حدود منطقة الجزاء. وفي الشوط الثاني حاول رايو فايكانو إضافة هدف آخر ليشن العديد من الهجمات على مرمى تير شتيغن، وقد استغل أصحاب الأرض تقاعس لاعبي برشلونة عن القيام بالواجبات الدفاعية، وقد جنوا ثمار ذلك بهدف ثاني عن طريق البديل ألفارو غارسيا في الدقيقة 57. ومع توالي الدقائق تراجع المخزون البدني لأصحاب الأرض ليعود برشلونة من بعيد ويسجل ثنائية قاتلة عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 87، ثم لويس سواريز في الوقت الميت من اللقاء ليهدي الثنائي المذكور فوزا خادعا للفريق الكتالوني. وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة، محلقا في صدارة الدوري الإسباني وبفارق 4 نقاط عن أقرب الملاحقين. أكد إرنيستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة أن إخراج البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من حساباته ليس له خلفية شخصية، بل متعلقة بأسباب احترافية تتعلق بالصورة المسبقة التي يرسمها عن المباراة، إضافة إلى وفرة الخيارات الهجومية في الجهة اليمنى. وتحدث فالفيردي بعد مباراة فاليكانو أمس حيث قال: أنا دائما ما أحدد قائمة الفريق حسب تخيلي لمجريات المباراة، لدي العديد من الأسلحة في الجناح الأيمن واخترت ديمبلي الآن. مالكوم سيأتي وقته مع برشلونة في الفترة المقبلة. أعلم أن الجميع يسأل أين مالكوم بعد أن تعاقد معه برشلونة، وأنا أتمنى أن يشارك معنا قريبا. ورفض فالفيردي التطرق للمشاكل الدفاعية التي يعاني منها برشلونة، حيث قال: استقبال الفريق ل14 هدفا في الليغا حتى هذه المرحلة ليس كثيرا جدا، المهم أننا في المركز الأول حتى الآن. علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام عن أنباء اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه لتدريب الفريق. وقال بوكيتينو خلال تصريحات لصحيفة غارديان الإنجليزية: الأمر يشبه أن تكون مع صديقتك أو زوجتك وتمسك بيدها وتسيران في شارع أكسفورد، لكنك وسيم جدا وتنظر امرأة أخرى إليك. وأضاف قائلا: لكن زوجتك فخورة جدا، وبدلا من القلق هي سعيدة بأنها معك وتقع أكثر في حبك. وختم بوكيتينو كلامه بالقول: مع الريال نحن في نفس الموقف، لأنك مع امرأة معجبة برجل متزوج. فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة من العيار ثقيل صباح أمس بنشرها وثيقة تؤكد اتفاق 16 ناديا كبيرا على الانسحاب من بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل تشكيل دوري خاص بهم تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذه الأندية وقعت اتفاقية على التأسيس والمشاركة في دوري السوبر الأوروبي الذي من المفترض أن ينطلق بنسخته الأولى عام 2021، وهذا من شأنه أن يكتب نهاية بطولة دوري الأبطال التي أبدى عمالقة أوروبا رغبتهم بالانسحاب منها. وهذه هي الأندية التي وقعت على الوثيقة بحسب الصحيفة. وأضاف التقرير أن هذا القرار الجريء من عمالقة أوروبا سيغير المشهد كاملا في الكرة الأوروبية، فلن يعود هناك دوري أبطال أوروبا كما نعرفه اليوم، سواء قرر الويفا استمرار البطولة أو إيقافها، وجميع الأندية المشاركة في الاتفاق سوف تنفصل عن الاتحاد الأوروبي بشكل تلقائي. يذكر أن الويفا قد أجرى بعض التعديلات على نظام التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا قبل عامين لكي يقنع الأندية الكبيرة بالتغاضي عن هذه الفكرة. ورغم أن الأمور استقرت في الفترة الماضية، لكن يبدو أن هذه الأندية عادت لمحاولة تطبيق اقتراحها المثير للجدل. وأترككم الآن مع فيديو للأسطورة الأرجنتينية ديغو أرماندو مارادونا وهو يتعرض لموقف لذيذ خلال الاحتفال بعيد ميلاده. والآن مع فقرة معلومة اليوم. ميسي هو أكثر لاعب تتويجا بالألقاب والبطولات الفردية. وهذا هو السؤال الذي أخذ أكثر لايكات في الفيديو السابق،
يمكنكم الإجابة عليه في التعليقات، كما يمكنكم وضع أي سؤال يتعلق بكرة القدم والذي يأخذ أكثر لايكات نعرضه في الفيديو القادم. كان هذا كل شيء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد.